صلى على النبي الاول. صباح الخير لو بتشوفنا بالنهار، واحلى مسا عليك لو بتشوفنا بالليل. ميعادنا النهارده مع فيلم جامد قوي فاستعد. بيبدا احداث الفيلم في التسعينات. قامت الحرب في مدينه هانج كونج واتقسمت الارض بين الاعداء، وخالتي وخالتك اتفرقوا الخالات. من ضمن الاعداء دي وين غينج، وده بقى يا حباب زعيم عصابه قديم قوي وبلطجي ونصاب وبياكل مال اليتيم. وقت الحرب استغل الفرصه وعمل فيها المعلم زرزور، وسيطر على شويه قريات من البلاد. ومن البجاحه سمى نفسه الملك تشانج. عبده بهلول بقى ملك يا ولاه. المهم بيسمي نفسه الملك تشانج، وبيجمع تحت سيطرته مجموعه من البلطجيه، وبيتعلموا فنون الكونغ فو، وبيتيحوا في البلاد ومحدش بيقدر يوقف لهم. ما هو هيصه بقى. وكانوا بيعاملوا الاسرى بمنتهى الهمجيه والوحشيه، ما هي عزبه ابوهم بقى. وكان حد بس يفتح بقه كانوا يعدموه في الحال، او حد ما يلاقوش منه فايده برضه يموتوه، والباقي بينزلوا فيه ضرب عشان محدش يستجرأ يتكلم على رأي المثل اضرب المربوط يخاف السايب. بيفضل الملك تشانج ده في ظلمه للناس، وبيحول البلد لخرابه. الناس عايشه في جوع وظلم ومحدش قادر ينطق. لكن يا حباب مش كل الاسرى كانت بتقبل بالوضع ده، كان في ناس منهم ما تقبلش تتهان كده. وخصوصا اما واحد من الاسرى بيوقع حارس الملك من على الحصان غصب عنه وهو بيضربه. وسط ما الحارس بيضرب الراجل بمنتهى الوحشيه، بيدخل واحد اسمه كونغ، بيصعب عليه الراجل اللي بيتضرب، وبينزل طحن في الحارس ولا يهمه. ايوه كده يا راجل، كنت فين من بدري؟ اديله ما ترحمهوش. كونغ ده كان محترف على حق، بيمسك الحارس يطحنه ضرب من اللي قلبك يحبه. هوب رجاله الملك عاوزه تدخل وتدافع عن زميلها، لكن الملك بيقول لهم لا سيبوه لنا. الملك بنفسه بيدخل في قتال مع كونغ، بس للاسف الملك هو اللي بيكسب، وبيضرب كونغ بعنف وقوه مفيش بعدها. الظاهر انه اقوى منه بمراحل، بلطجي قديم بقى. الملك بيكون خلاص هيخلص على كونغ لولا ما بيلحقوا ابنه ايوان على اخر لحظه، وبيضرب بقوه بينقذ ابوه. ولكن الملك مش سهل برضه، بيحط رقبه ايوان تحت رجله وبيضربه بحرفيه، وهوب بيسيبه وبيرجع يكمل على ابوه. بيقول لابنه ايوان اهرب انت ومالكش دعوه بيا. قلب الاب يا جماعه اصيل يا ابو رحاب. بيهرب ايوان فعلا، ولكن الملك بيقتل كونغ بسيفه وبيموت كونغ. بيفضل ايوان يمشي في الصحراء ساعات وساعات لحد ما نفسه بيتقطع ومش قادر يمشي تاني. بيلاقي في وشه معبد شاولون، وده فيه رهبان، وبيكون المعبد ده واسع جدا وفي ساحه لتعليم الكونغ فو. ايوان بيدخل المعبد وهو على اخر نفس، لدرجه انه بيغموا عليه اول لما بيوصل لهم. بيشيلوه الرهبان وبيودوه للمعلم بتاعهم المعلم ابوت، وبيقول له ان ده شكله بيودع وعيان ومصاب ما ينفعش يقعد شويه في المعبد. بيدخل الراجل ابو حواجب ده جين، وبيقول لهم لا ده شكله مصيبه، ليه بس تقطع الارزاق دي بحواجبك؟ لكن المعلم ابوت بيكون عنده رحمه وبيصعب عليه حال ايوان، وبيقول له نخليه معانا شويه مش هيحصل حاجه، ما نبقاش احنا والملك على الناس، هي دي الناس الجدعه ولا بلاش. بياخدوه يعالجوه، لكن بيكون محتاج اكل معين فيه فيتامينات علشان يخف بسرعه. ولكن المعبد كان على قد حاله ومش معاهم فلوس للاكل ده. باقي الرهبان بتفكر وبتقول هنصطاد له ضفدع. يا ريتكم ما فكرت، سيبوه يموت بكرامته اهون الله يقرفكم. بيروحوا عشان يصطادوا ضفدع، لكن بيشوفهم جين بوز الفقر وبيقف في طريقهم وبيقول لهم انتوا مش عارفين ان قوانين المعبد بتقول ممنوع نصيد اي حيوان؟ لكن بيفضلوا يترجوه، وبيقول له ان دي حاله انسانيه والضفدع ده هينقذ حياه انسان. بيوافق جين. طيب ما انت حلو اهو يا جين وقلبك قلب خصايه، امال مالك؟ بيعملوا الاكل وبيفوق ايوان كده وبيفتح عينه، وبيقعد معاهم في المعبد لمده شهر. كان حاسس ضيف خفيف عليهم، بس الظاهر ان قعده المعبد بتحلو في عين ايوان، وبيبقوا اسره مع بعضيهم، وبيخدم معاهم في المعبد وبيساعدهم. في مره وهو رايح معاهم يملوا ميه من النهر، بيشوف بنت حلوه قوي اسمها باج، واللي بتكون بنت المدرب اللي عالجه. ايوان بيكون اول مره ليه في شغل المعبد، وانه يملي الميه والحركات دي، وبيكون خايب على الاخر، مش قادر يمشي بالميه بسرعه ولا يتخطى الحواجز، وكلهم بيسابقوه وبيمشوا. يا جماعه انا لسه هنا، انتوا نسيتوني ولا ايه؟ والميه بتقع منه وشكله مسخره. باجي البنت الحلوه بتكون شايفه كل اللي بيحصل وميته على نفسها من الضحك، بس بتقرر تساعده. تخيلوا بقى هتساعده ازاي؟ هتسيب الكلب بتاعها على ايوان علشان يجري وراه. ما هو مفيش حاجه هتخليه يجري بسرعه ويلحق زمايله الا الكلب. واول لما بيحصل ايوان بالميه بيسمع اصوات كتير، بيبص كده على مصدر الصوت وبيلاقي ان المعبد فيه مدرسه لتعليم القتال والكونغ فو. والظاهر انها مش اي مدرسه، ده
والناس اللي فيها محترفين قوي في الكونغ فو وبيعملوا الحركات بسرعه والقوه ملهاش مثل. هوب وهو ايوان بيتفرج على الناس وبيلمع اوكر، الكلب بتاع باك بيجي عليه. ايه يا زميلي انت وصلت قبلي؟ طب انا عاوز اشرب. هوب ايوان بيشوف الكلب وبيجري يقفل على نفسه في اوضته. ايوان شكله عقل عيل قوي، بيقرر ينتقم من الكلب ويصطاده. هوب يفضل يرمي له اكل من فتحه الباب، بيرمي له الاكل ناحيه الفخ والكلب بيجري فعلا عشان ياكل، وايوان بيشد الحبل وبيصطاده فعلا. وقال على راي المثل كله سلف ودين حتى المشي على الرجلين، لكن الكلب بيفضل يهوهو والصوت بيوصل لوش الفقر جين. وبيروح جين اوضه ايوان عشان يعرف الصوت ده جاي منين، لكن ايوان بسرعه بيغطي الكلب وبيحطه على السرير وبيعمل نفسه نايم. جين بيبص عليه وبيقول اكل ومرعى وقله صنعه، نام يا اخويا نام. بيمشي جين وبيجري ايوان على الكلب يعريه، ولكن بيلاقي الكلب فطس ومات. ايوان بيخاف جدا لان زي ما قلت لكم قوانين المعبد بتحرم قتل او صيد اي حيوان، واللي بيعمل كده بيتعاقب عقاب شديد. عشان كده ايوان بيغطي الكلب وبيحطه في غطا وبيجري عشان يدفنه في مدفن المعبد. لا اصيل يا ايوان، ده انت ما فكرتش تدفن ابوك يا اخي وسبته وجريت. لكن بيلاقي حراس على المدفن وبتساله جاي هنا ليه؟ امال انت فاكرها سايبه يا عم ايوان؟ اصل المدفن ده مكان مهم جدا في المعبد، بما ان الرهبان بتدفن فيه ومحدش بيدخله الا بتصريح واذن من رئيس المعبد. ايوان بيتحجج وبيقول لهم ده انا رايح حمله ميه وهعدي من هنا عشان طريق مختصر، لكن بيرفضوا وبيقول لهم خلاص والله كبرتوا الموضوع يا شباب. وبيروح عند النهر يدفنه، وبعد ما بيدفنه بيصعب عليه وبيقعد يبكي جنبه بهزار طبعا. ده بيطلعه تاني وبيقول لي ما كلهوش وهو حاجه ترم عظمي، روح يا شيخ الله يقرفك. وبيشوي الكلب وهوب يا دوب هيسمي وياكل، ولا يسمي ايه هم دول بيسموا. هوب راح ياكل بيلاقي المدرب في وشه، بيتخض ويخاف قوي، ولكن المدرب بيقول له ما تخافش، كل انت قايم من دور تعب ومرض ولازم تاكل عشان تسترد عافيتك، ثم انت اصلا مش بوزي ولا متربي في المعبد عشان تتبع القوانين بالحرف. ايوان بيفرح وبيقول له والله انت راجل زي العسل. بيقول طيب ما بسم الله خد لك ورك. المدرب بيرفض في الاول بما انها تعتبر جريمه في حق المعبد، ولكن شكل الاكل بيكون مغري قوي بالنسبه له. وهوب رايح ياكل بيلاقي شباب المعبد كلهم جم، ما هو عشان مش بتسموا، قلنا 100 مره نسمي قبل ما ناكل. شباب المعبد بتقعد تترجى المدرب انها تاكل معاهم، وانهم بقالهم كتير قوي ما اكلوش اكل لذيذ زي كده. وقال على راي المثل بصله المحب خروف، بس المره دي طلعت كلب. المدرب بيصعبوا عليه وبيقول لهم ياكلوا، والشباب كلهم بيمدوا ايديهم. ايوان طيب يا جماعه سيبوا له حته من الكتف انا اللي طبخه. بيفضلوا ياكلوا كلهم وهم مبسوطين. وبيظهر شاب اسمه نايت وكان بيشرب وسكران طينه وشكله حزين جدا. ايوان بيسال المدرب وبيقول له هو ماله، هو حزين علشان ما اكلش من الكلب. بيقول له ان نايت ده وهو ومراته بتولد الملك شانج قبل ما يبقى ملك بقى، وهو بلطجي بيهجم على البيت ويعتدي عليها ويقتلها ويسرق البيت ويهرب. ومن يومها يا سيدي ونايت على الحال ده. ايوان بيقول للمدرب بس نايت شاطر قوي في القتال، ليه مش قادر ينتقم لمراته؟ بيقول له المدرب ان شانج معاه جيش، هيقف نايت قدام كل ده ازاي؟ هوب بيسمع صوت جين جاي والمدرب بيقول لهم يستخبوا بسرعه قبل ما بيشوفهم وتبقى مصيبه. هوب بيجري ايوان وهو في طريقه بيقابل باج وهي دايخه على الكلب بتاعها، وبتشوف دم على هدوم ايوان وبتعرف انه قتله. بتضرب في ايوان ولا اجدعها راجل، الحق عليا اني عاوز اساعدك، كنت سبتك لايص زي خيبتها. هوب البنت بتنزل في ضرب لحد لما بتكون هتقتله، لولا ما بيظهر المدرب وبينقذه. وهنا بيعرف ايوان ان المدرب يبقى ابوها، وبيعتذر لها وبيقول لها انه قتله غصب عنه، وابوها بيقول لها ان كلنا اكلنا منه حتى انا، هتموتيني انا كمان؟ وبصراحه الكلب كان طعمه حلو قوي، وبصراحه يعني باك بتسامح ايوان وبتسكت. المدرب بيحكي لايوان انه جه هنا من زمان هو وباك بعد ما مراته ماتت، جه هنا يستخبى من ظلم الملك في المعبد، وانه وهب بنته باك لراجل غلبان مزارع ملهوش اولاد وهو اللي رباها. ايوان بيقول للمدرب ان الملك لازم يموت علشان ننتقم منه كلنا، وبيطلب من المدرب انه يعلمه الكونغ فو علشان يقدر ينتقم، لكن المدرب بيرفض وبيقول له اننا بنتعلم الكونغ فو هنا للحمايه مش للانتقام وللقتل، وكمان مش بنعلم اي حد بره المعبد، التعليم للرهبان المعبد بس. ايوان بيقول لهم انه عاوز يبقى راهب وبيروح يقدم التحيه ويلبس لبس الرهبان. ما ننساش يا جماعه ان الكلب الله يرحمه كان طعمه حلو، اذكروا محاسن موتاه. وهو ايوان بيتدرب وسط الرهبان بيقف فجاه وبيروح المدرب ويشوفه وقف عند التمرين ليه، فبيقول له انا ليا 3 شهور هنا بعمل كل الاعمال بتاعه المعبد وكمان بتدرب زيهم، بس امتى هتدرب تدريبات الكونغ فو وهبقى مقاتل بجد؟ ساعتها المدرب بيقول له ان لسه قدامه كتير قوي، وان يا دوب ال3 شهور دول التسخين، اصبر
معاه رزق. بيقول له حاضر نصبر 5 شهور تاني. قال له انت هتصبر 5 بس 5 سنين. ايوان بيقول له ليه كل ده؟ هي هندسه. بيقول له بص الرهبان اللي بقالهم سنين بيتدربوا عاملين ازاي، وان مفيش حاجه تقف قصادهم، ولو عاوز تبقى كده لازم تصبر. صحيح على راي المثل كل شيء دواء الصبر الا قله الصبر. بيصبر ايوان وبيستسلم للامر الواقع، وتعدي الايام والشهور والسنين، ومستوى ايوان يتحسن ويبقى مقاتل محترف على حق. وفي يوم وهو بيقاتل ويتدرب في المعبد بيتخيل ان الراهب اللي بيقتلوه الملك شانج، وبيفضل يخنق فيه اما كان هيموته، لكن المدرب وباقي الرهبان بتنقذه من ايده. بيظهر بوز الفقر جين ويعاقب ايوان 3 ايام. فكره الانتقام من الملك شانج مش بتفارق ايوان، وعشان عارف انه مش هيقدر يعمل كده طول ما هو راهب، فبيقلع هدوم الرهبان وبيقرر يمشي وبيروح ينتقم من شانج، وبيروح يودع باج واللي بيهجم عليها رجاله الملك وعاوزين يخطفوها، ولكن باج بتضرب فيهم واحد ورا التاني، ولكن هما بيكونوا كتير وبيقدروا يخطفوها ويودوها هديه للملك شانج. ايوان بيكون راح لبيت الملك، لكن وهو بيراقب البيت بيلاقي واحد تاني شكل حبايب شانج، وهما الاتنين بيسمعوا اصوات وبيهربوا قبل ما حد يكشفهم. بيهربوا سوا وبعدها كل واحد بيروح لحاله. حارس الملك بيدخل عليه وهو بيشرب وبيقول له محضر لك هديه، بنت زي القمر لكن دماغها ناشفه حبتين. بيجري الملك يشوف باج، وبيكون ايوان بره بيقتل في رجاله الملك، وبيوصل للحارس الكلام ده وبيطلع يشوف في ايه، وبيتعرف على ايوان طبعا، وبيفتكر المعركه بتاعت زمان وان هو كان فاكره مات في الصحراء بعد ما هرب. بيتقاتل الحارس وايوان، وبعد معركه مليون طحن وضرب ايوان بيعرف يقضي عليه ويدخل للملك، واللي بيكون دخل على الاوضه اللي مربوط فيها باج ولسه هيكون بيقرب منها، فبتضربه برجليها هو بيقع على الارض. بيدخل ايوان عليهم وبيفضل يتقاتل هو والملك. الملك سكران طينه ومش قادر يقف على رجليه، بس النينجا نينجا برضه بيفضل يضرب في ايوان وبيجرحه بسيفه، ولكن ايوان بيوقعه في الميه. الظاهر ان الملك اما بيقع في الميه بيفوق وبيبقى اقوى من الاول بمراحل بقى، وهوب بيكون خلاص هيخلص على ايوان بسيفه. بتجري باك تنقذ ايوان وبيجروا بسرعه، وبيجروا رجاله الملك وراه، ولكن الشخص اللي ايوان انقذه قبل كده من رجاله الملك بيحاول يعطلهم قبل ما بيلحقوا ايوان، والشخص ده اسمه شيلين. صحيح على راي المثل اللي يقدم السبت يلاقي الحد. باك بتقنع ايوان انه يرجع للمعبد تاني، وانه مفيش مكان غير ده يقدر يستخبى فيه، وايوان بيوافق وبيرجع المعبد تاني ويلبس هدوم الرهبان. لكن من الاول شكلك بقى وحش، وبيكون الرهبان مبسوطين قوي برجوع ايوان ليهم، وبيعتذر ايوان للمدرب انه مشي فجأة وسابهم، ولكن المدرب بيقبل اعتذاره وبيديله اكل. الناس اللي على بطنها دي بيبدأ ايوان يتدرب في المعبد من تاني بس بشكل اصعب بكتير، وبيتدرب وقت طويل ويكتسب حركات ومهارات جديدة. هنا رجالة الملك بتكون بتجري ورا شيلين، وايوان بيشوفهم بيكون عاوز يرد الجميل لشيلين وينقذه، فبيرمي حجارة على رجالة الملك وبينقذه، وبيقول له يلا نهرب بسرعة من نفق يوصلنا للمدافن بتاعة المعبد قبل ما رجالة الملك تيجي وتعملنا كفتة. بيدخلوا النفق ورجالة الملك بتدخل وراهم، والملك ومعاه حراس كتير بتقابلهم من الطريق التاني وبتكون عاوزة تدخل المدفن، ولكن المدرب ورهبان المعبد بتمنعه وبتقول له لازم تصريح من رئيس المعبد. لكن الملك قال لهم انا داخل في اي مكان وش لوحده تصريح. بيكون المدرب والملك هيدخلوا في قتال، ولكن بيدخل جين وابوه وبيقول للملك دي ارض مقدسه وممنوع فيها القتال. اخيرا اتدخل بوز الفقر جين يطلع بفايده. صياع على راي المثل اللي ما تعوزش لوشه النهارده تعوز لقفا بكره. يا رب تاخدوا نصايح من امثال الكتيره دي. الملك بيقول لهم ان في مسجون عندي هرب ولازم ادور عليه. بيوافقوا بس بشرط يكون من غير الاحصنه عشان دي ارض مقدسه. بيدخل الملك ورجالته على رجليهم المدافن. بيكون ايوان وشيلين بيحاولوا يستخبوا، ولكن الملك بيشوفهم وبيوزع رجالته في المكان. ايوان بيفكر في فكره جهنميه، وهو انه بيخطف 2 من رجاله الملك ويقص الواحد منهم شعره ويلبس لبس رهبان عشان يبقى شبهه، والتاني بيعمل له شعره زي شيلين، وبيجبرهم يجروا ورا الجبل والا هيقتلهم. وبتمشي الخطه تمام وشربها الملك المغفل، وافتكروا انهم شيلين وايوان وفضلوا يجروا ورا الجبل وراهم. اما انت ملك غريب صحيح، بتلبس شباب المعبد هدوم شبه بعض وتروح للملك وبتقول له انهم جايين يساعدوه يقبضوا على المسجون بتاعه. ايوان وشيلان بيكونوا لابسين زي رجاله الملك اللي خطفهم، وبيجري بالاحصنه ومحدش بيعرفهم، وقدروا يهربوا ويستخبوا. باك بتروح تودي لهم الاكل وتقول لهم ان رجاله الملك في كل مكان ولازم يستخبوا هنا كام يوم. شيلين بيقول لها ان هو في مهمه ولازم يعبر النهر، بتقول له انا هساعدك. ايوان بيقول لها ازاي ورجاله المعبد، لكن الظاهر ان باك دي مش سهله
رجالة، وكان عندها خطة وهي انها لبست شيلين لبس بنت وعملت نفسها عروسة وايوان الراهب اللي هيجوزهم. ولما رجالة الملك بتشوفهم وبتكون شايلة صور لشيلين وايوان، والحارس بيشك في ايوان، ولكن شيلين بيديلهم فلوس وبيقول لهم ان هم مستعجلين على مرسم الزواج والموضوع بيعدي بسلام. بيكونوا التلاتة عند النهر وباك شالت الباروكة بتاعت ايوان، وبيكون شيلين بيشكرهم وهيمشي خلاص، ولكن رجالة الملك بتظهر وبتكون كشفتهم وبترمي اسهم عليهم وشيلان بيتصاب، ولكن ايوان بيخليها تاخده وتعبر النهر ويهربوا، وبيجري هو يقاتل في رجالة الملك. ايوان بيكون اكتسب خبرة ومهارة محدش بيقدر عليه من رجالة الملك، وبيقتلهم بقوة كلهم، وبتوصل رهبان المعبد، ولكن رجالة الملك مش بتكون خايفة منهم لانهم عارفين انهم مش هيقتلوا حد بسبب قوانين المعبد. المدرب بيقول لهم احنا فعلا ممنوع نقتل، بس نقدر نحمي نفسنا وندافع كويس قوي. بينزل رهبان المعبد طحن في رجالة الملك لدرجة انهم كانوا بيهربوا منهم. نايت بيكون سكران طينة، ولكن الغل اللي جواه من الملك ورجالته خلته يقضي عليهم كلهم، والمعركة بتخلص بفوز رهبان المعبد. ولكن المدرب بيكون غضبان جدا من ايوان عشان عمل جريمة وقتل، وبيقول له انك كده ما بقتش راهب وما ينفعش ترجع المعبد معانا. بيحاول ايوان يترجاه ولكن مش بيسمع له، لكن واحد من الرهبان بتقول للمدرب انت مالكش سلطة انك تمنعه، ده سلطة المعلم ابوه. وايوان بيركع على رجله ويتوسل للمدرب، ولكن برضه مش بيوافق وبيقول له سافر لبلد تاني. وبيكون في راجل تبع الملك مستخبي وسامع كل اللي حصل وبيجري يقول للملك. ايوان بيجري زي المجنون ناحية المعبد، ولكن الرهبان بتمنعه بأمر من المدرب، وبيفضل يقاتل فيهم ويدخل بالعافية. المدرب بيأمرهم يكتفوه ويرموه بره المعبد. بيجي الملك تشانج الأبوت في المعبد وبيقول له انه لازم يلاقي ايوان ويسلمه ليهم والا هيدمر المعبد واللي فيه. لكن ابوت بيقول لجين انهم لازم يساعدوا ايوان، وانه مهما كان واحد منهم برضه، وان البوزين من صفاتهم الرحمة واكل لحوم الكلاب. اصيل ورجوله يا ابوه. بيروح الراجل اللي كان سامع كل حاجة ويقول للملك ان الرهبان كانوا مع ايوان وانهم قتلونا. الملك بيغضب وبيعلن هجومية على المعبد. بيسمع المدرب الكلام ده وبيجمع الرهبان وبيقول لهم اننا لازم ندافع عن المعبد ونحميه. وبيكون ايوان معاهم لان المدرب مخبيه من رجالة المعبد، وبيتوسل ايوان للمدرب ان هو خلاص هيسلم نفسه بدل الدمار اللي هيحصل. المدرب بيرفض وبيقول له انه مش هيقدر على جيش كامل لوحده واكيد هيموت، وبيقول له انه مش خايف غير على بنته باج، وبيأمر ايوان يخلوا باله منها وبيخلي باج تفضل مع ايوان. بيحاصر رجالة الملك المعبد، والملك بيدخل لرئيس المعبد وبيقول له على اللي عمله المدرب والرهبان ويأمر بعقابهم ويحرق المعبد. ابوه بيتوسل للملك وبيقول له ان دي ارض مقدسة ممنوع القتال فيها. فالملك بيقول له خلاص هنبدأ بيك انت، ما كنت تسكت يا ابوت لازم تتكلم او هيتولع فيه. بيولع الملك النار في المعبد عشان الرهبان تخاف وتقول على مكان ايوان، ولكن محدش بيتكلم. وفجأة بيدخل ايوان والرهبان وبيتقاتلوا مع رجالة الملك، ولكن بيكونوا بيدافعوا بس مش بيقتلوا عشان قوانين المعبد، لحد ما واحد من الرهبان بيتقتل. وساعتها ابوت بيحزن قوي وبيأمر الرهبان انها تقتل رجالة الملك وما تخليش واحد فيهم. بتكون الرهبان مسيطرة على المعركة وبتقاتل بقوة وبتخلص على رجالة الملك لحد ما بيتفاجئوا برجالة كتيرة بتضرب عليهم اسهم. وبيقتل المدرب وهو بيضرب، وبيتقتل المدرب وهو بيموت. بيقول ايوان وباج ان شيلين قدر يعبر النهر بجيش كبير جدا، وهم دلوقتي في طريقهم لبلد الملك للقضاء عليهم، واخيرا الملك وجبروته هينتهوا. بيجي خبر من شيلين للهجوم على بلد الملك، وبيجري ايوان والرهبان للبلد، وبيدخل الملك تشين هو وايوان في المعركة المنتظرة. واخيرا ايوان بيقدر يقتل الملك ويخلص الناس من شره. بيرجع ايوان للمعبد ويبقى هو مدرب الكونغ فو هناك، وبيتجوز باي. وتوتا خلصت الحدوته. حلوه ولا ملتوته؟ لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس وسمعت اذا حلو زي كده. يلا سلام.